معظم المسلمين يبدأون إفطارهم في رمضان بتناول بضعة تمرات، تمرة، تمور. تختلف أنواع التمور التي تنتجها البلاد العربية، هي كثيرة ومتنوعة طبيعي، لكن المختلف اليوم دخول التمر على خط الشد والجذب بين المغرب والجزائر. فقد تحدث الداعية المغربي محمد الفزازي عن التمر في عدة لقاءات له، وفي لقاء مؤخرا مع قناة شدا التلفزيونية قال إنه لو خير بين التمر من نتنياهو وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والتمر من شنقريحة وهو رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري فإنه سيختار تمر نتنياهو. هكذا قال: قل لي إذا جبتي لي تمر نتنياهو والتمر ديال شنقريحة غادي نشري التمر ديال نتنياهو. وهذه الفتوى هذه ماشي فتوى، هذا التصرف مني قائم على الشرع ماشي قائم على الهوى. كيفاش درتي؟ نتنياهو لم يفعل في ولا في شعبي ولا في المملكة من السوء والشر مثل ما فعله شنقريحة. وفي هذا اللقاء يرد الفزازي على اتهامات سابقة له بأنه أصدر فتوى مفادها أن الذي يفطر على التمر الجزائري فصيامه باطل. هو نفى الاتهامات وقال إنه تحدث عن عدم جواز أكل التمر الجزائري إذا كان موبوءا كأي تمر آخر، وقال إنه رأى في أحد البرامج الوثائقية أن التمر الجزائري كان موبوءا في فترة ما، وهذا ما اضطر بعض البلاد لإعادته للجزائر كما يقول، ويشرح أنه من هنا جاءت هذه الفتوى. بالعودة لتسجيل سابق له للفزازي قال الداعية أنه لن يستسيغ أكل التمر الجزائري ولا شراء أي من المنتجات الجزائرية الأخرى على الإطلاق، لكن ما السبب بالضبط؟ أنا كفرد الآن أتحدث كواحد من الناس من المغاربة، قلت لن أتناول التمر الجزائري مهما كان سليما، مهما كان لذيذا، مهما كيفما كان لن أتناوله. لن نستعمل التمور الجزائرية من حيث أننا ندخل ذلك في الحرب الاقتصادية. فكما نحن الآن في خضم حرب تيكتوكية يوتيوبرية يعني فيسبوكية، قل ما شئت، هذه الحرب الإعلامية على هذه المنصات الإلكترونية، هذه حرب، يقول حرب اقتصادية بين البلدين. لكن لماذا خص سعيد شنقريحة؟ شنقريحة هو رئيس أركان الجيش وينظر إليه بأنه الرجل الأكثر عداء للمغرب ضمن قادة الجيش، كما أنه خدم لسنوات في الجبهة الغربية التي يوجد بها الجيش الثاني والثالث، أي المنطقتين العسكريتين المحاذيتين للحدود المغربية. وفي المقارنة قال إن بلاده لم تلقى أي أذى من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يعني بذلك إسرائيل بشكل عام. تغريدات كثيرة هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل. صاحب حساب هنا بناسا مثلا: تمر الجزائر لذيذ جميل طيب تماما مثل أهلها، تحيا الجزائر وتمر الجزائر وشعب الجزائر. لؤي يقول هنا في هذه التغريدة: الصراحة كلام الشيخ معقول وطريقته في الإقناع سلسة وقريبة للفهم. صاحب حساب اسمه طبع اركع وبلع. والله العظيم في هذه اللحظة نكتب بتعليق ونأكل تمور الجزائر. الجزائر دقلة نور، أفضل تمور في العالم بلا مجاملة. الفزازي الداعية حضر له ملك المغرب خطبة الجمعة في أحد مساجد مدينة طنجة، وهو أحد أشهر وجوه السلفية في المغرب. حكم عليه في قانون ما يسمى بالإرهاب بعد تفجيرات الدار البيضاء في العام 2003. قضى 9 سنوات من أصل 30 عاما في السجن، وخرج بعفو ملكي في العام 2011. بالعودة للحديث عن التمور، مهم القول هنا إن الجزائر تحتل المرتبة السابعة بين أكبر منتجي التمور على مستوى العالم، وتعتبر من أكبر مصدري تمور دقلة نور، وهي ذات جودة عالية. إسرائيل تصدر هي الأخرى التمور، ويشتهر لديها التمر المجهول الذي يسمى المجول أيضا. وهذه قضية التمور المصدرة من إسرائيل كانت محل جدل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث تأتي أغلب التمور الإسرائيلية من مستوطنات